Ce résultat, نهار الحكومة elle va décider, va faire les centres de formation ينجح الفوتبول تاعنا. خلينا ابوندوني، اون ايت ابوندوني، ماشي بريزيدون تاع لاجيس كان يروح يشري تيران، منين نجيب؟ منين نجيب دراهم؟ الحكومة لازم تدير لي مويان بور سو بيي، كيما يديروا لي كونستركسيون دوبيتو وكلش. لا جونيس هذه شفت لي اسمع نقول لك حاجة، كاش نهار شفت اوتون دو درابو الجيريان؟ jamais. غطت الحكومة، غطت البوليتيك، غطت الكلوب، غطت كلش. Alors aujourd'hui il faut donner à ces petits هذو باش يلعبوا dans des bons stades. موش dans des écuries. بجحناشي الاسبان عندها 2500 انترنور برو، حنا كم نهضر عندنا؟ لا عطوني اسكو بزاف حنا عندنا سعدان. سعدان سي حناشي faut lui donner une chance quand même. لو كان يدير un gros mondial vous allez dire غلطنا في حق سعدان. سعدان il doit travailler comme tout le monde. سعدان doit prendre des conseillers باش كي سيليكسيونيو يكونوا في 10 par exemple entraîneur plus sélectionneur conseiller كي يديروا l'équipe. يا خويا on a sélectionné à 10. Ça veut dire que la faute est moindre. Même نخسروا même نتبهدلوا يا خويا c'est un groupe d'entraîneurs qui ont filé. كي يدير وحده يقول لك صافا وحنا السجيري يفهم نحوزوه السجيري نقولنا كوتي سي ما قلناش يروح. قلنا باللي الناس عنده بلجيكا عنده ماتجر عندنا دي كرون جوار. قال سيليكسيوني هذا هو يقول نسيليكسيونيه وتسعه يقولوا لا ما يسيليكسيونيش. وزاري سوجيري مفتاح خلينا مفتاح il a pas prouvé. ما il a prouvé ولا pas prouvé ça c'est pas un problème. ما انا je suis pas parce que في المفتاح تاعي المفتاح الى سا بلاص يروح ليكيب ناسيونال ما عندوش يقعد في الدار. كي تكون واجد سيتو mais vous restez toujours optimiste pour le mondial inchallah. Non je suis pas optimiste. Ah oui du tout gars. Ah comme ça je suis pas optimiste. Moi je dis les quatre vérités. Je suis pas optimiste. Dire le ميزان donc ولا ça y est on a pris l'habitude maintenant 3-0 4-0 3-0. C'est vrai que les résultats optimiste. Je suis optimiste. في بلادنا 3-0 مع مصر 4-0 مع الاخر 3-0 ما عادش كان معليش. لو كان كاين الناس اللي حنا شي اون فرنسا تعرف شنو نقولوا بلي لا فرنسا اللي ريبريزونتي بار دوز ايكيب في المونديال. ها La France, les Français. La France, elle est représentée par deux équipes au mondial. Je regrette infiniment. C'est des Algériens, c'est le drapeau algérien. On n'est pas question. C'est des Algériens qui les adoutent Maya. Est-ce que vous pensez que le cœur des Algériens va faire la différence pour le mondial, Inch'Allah? Non, في المونديال ما كاينش الكور. Oui. لازم تلعب. احنا مصر ربحناهم بالقلب كمان باسكو زيتي ميور. مصر بوتفليقه اللي يربحوهم. بعث كاع سحب الموستات. يعني طبعا انا عارف حضراتكم يعني بنسبه 99% مش فاهمين التصريح بيقول ايه. هو اللغه الجزائريه العاميه اصلا مش مفهومه، مع الفرنساوي برضو مش مفهوم، لكن انا هقول لحضراتكم زي ما قالت الصحف الجزائريه نص هذا التصريح. الخبر بيقول رئيس شبيبه القبائل الجزائر تاهلت للمونديال بالشواقر. الشواقر في اللغه العاميه بتاعتهم اللي هي الاسلحه البيضاء المطاوي يعني. اطلق رئيس شبيبه القبائل محمد الشريف حناشي تصريحات خطيره على هامش مباراه شبيبه القبائل امام شباب بلوزداد الاثنين المنصرم بملعب 20 اوت اسمه كده. تم تناقلها عبر موقع اليوتيوب بتصديقه للروايه المصريه. الراجل اللي بيقول هو مصدق الروايه المصريه عن وقوع اعتداءات مزعومه على المصريين وتاثيره على المنتخب المصري. طبعا مزعومه ده صحيفه النهار هي اللي بتقول. ذكرت صحيفه النهار الجديد الجزائريه في عددها الصادر السبت أن الرجل الأول في الشبيبة الشريف حناشي لم يجد أي حرج في التأكيد أن المنتخب الوطني الجزائري ما كان ليتمكن من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى المونديال لولا إرسال مجموعة من المناصرين المدججين بالأسلحة البيضاء اللي هي الشواقير كما قالها بالعامية في تصريح يخيل لمن لا يعرفه أنه مصري متعصب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مغزى إطلاق مثل هذه التصريحات لشخص لا علاقة له بالصحافة لا من بعيد ولا من قريب تمكن من إيقاعه في الفخ. هو الصحيفة بتقول أن الشخص اللي أجرى مع هذا اللقاء مش صحفي،
لكن في النهايه اوقعوا في الفخ. تصريحات حناش على حسب الصحيفه اتت في سياق رده على سؤال هذا الشخص الذي تقمص دور الصحفي والذي طرح عليه تساؤلا عما اذا كان متفائلا بقدره الجزائر على تحقيق المفاجاه في المونديال. كان عليه بالقلب الذي كان عليه نجوم الجزائر في ملحمه ام درمان قبل ان ياتي الرد بطريقه تهكميه من رئيس نادي شبيبه القبائل وتعبر عن عدم مسؤوليه زي ما بتقول الصحيفه. قال بالتاكيد ان ذلك لم ياتي بالقلب بل بفضل اراده انصار الخضر الذين تنقلوا بقوه بدعم من الدوله والذين كانوا مدججين بالاسلحه. ده اللي بيقوله رئيس نادي شبيبه القبائل. واضافت الصحيفه ان تصريحات حناش لا يجب ان تمر مرور الكرام على اعتبار خطورتها الكبيره والتي ما كان ان تصدر من رجل بحجم رئيس شبيبه القبائل محمد الشريف حناشي وهو يراس احد اعتى النوادي في الجزائر. والصحيفه بتقول كان بودنا معرفه دوافعه من وراء هذا التصريح الخطير الا ان تواجده بتونس مع الشبيبه حاله دون ذلك. وتاتي هذه التصريحات بالمؤازره مع حمله انتقادات لاذعه بيوجهها الشريف حناشي للمدرب الوطني ايضا رابح سعدان والتي كانت مقبوله الى حد بعيد في اطار حريه الانتقاد، غير ان اطلاق مثل هذه الاتهامات يبقى امرا غير مقبول تماما.